النهارده هنتكلم عن حاجة بتعدي قدامنا كلنا اسمها البيت ريت. لأن شفت أكتر من فيديو بيتكلم عن موضوع البيت ريت، والفيرابل بيت ريت والكونسنت بيت ريت. إن أنت تقدر من خلال الحتة دي توفر 40% أو من 30 ل 40% من مساحة التسجيل بتاعتك على الهارد عن طريق البيت ريت. طيب خلينا الأول نفهم مع بعض إيه هو البيت ريت. البيت ريت ده معدل نقل البيانات، أو البيانات اللي الكاميرا بتنقلها في الثانية الواحدة. تمام. يعني إيه؟ يعني الكاميرا البيانات دي اللي عبارة عن الصوت والصورة اللي الكاميرا بتنقلهم بيتحولوا لبت أو بيانات، يعني بتتحسب بالبت في الثانية. بت ريت اللي هو بت ريت بير سكند. معدل البيانات في الثانية. تمام. طيب، نحسبها ازاي؟ نعرف ازاي الكاميرا بتنقل عندنا كام بيت في الثانية والكلام ده؟ هي مفيش قاعدة ثابتة تعرف تحسب بيها البيت ريت. وانت عشان تعرف البيت ريت بتاع الكاميرا بتاعتك، تمام، هتخش على الاعدادات بتاع الجهاز بتاعك وتشوف في الاعدادات بتاعت الفيديو هتلاقي قصاد في حاجة اسمها بيت ريت، هتلاقي قصادها مكتوب رقم. تمام. الرقم ده هو البيت ريت بتاع الكاميرا في الثانية. ولو خدت بالك ان انت مثلا لو الكاميرا بتاعتك شغالة 1264، هتلاقي البيت ريت حاجة. ولو 265 هتلاقي البيت ريت بيقل. فاهم ازاي؟ طيب، يعني خلينا، طب يعني متوسط البيت ريت في الثانية بيبقى مثلا، يعني الكاميرا الواحد ميجا مثلا بتبقى في رينج من 800 ل 1500. بس الرقم اللي هتقدر تحسب عليه بيبقى ظاهر عندك في الجهاز بتاعك. تمام. طيب انا لو عايز اعرف بقى، عشان اعرف مساحة هارد، اجيب هارد قد ايه، اعرف ازاي احسب الكلام ده؟ هي في قاعدة بتقولك عشان تحسب الكاميرا بتستهلك كام ميجا او كام جيجا في اليوم. تمام. ودي حاجات كلها تقريبية، مش حاجات دقيقة بنسبة 100%، لان في حاجات كتير بتأثر على عوامل عوامل كتير جدا بتأثر على موضوع التسجيل ومساحة التسجيل. تمام. بس خلينا نحسب على آه الحتة دي. طيب، في حاجة الأول قبل ما نحسب الحسبة دي، في حاجة عندنا اسمها الأول في البيت ريت، في حاجة اسمها عندنا فيرابل بيت ريت وكونسنت بيت ريت. الحاجتين دول بيأثروا تأثير جامد جدا آه في التسجيل بتاع الكاميرا. أولا الكونسنت بيت ريت اللي هو معدل البت الثابت. يعني بتبقى معدل بيت ثابت. هنفترض ان الكاميرا البيت ريت بتاعها، واخد بالك، وليكن 1000 بيت بير سكند. تمام. يعني هتفضل الكاميرا نفس الصورة بتاعتها، جودة الصورة ثابتة أو البيانات اللي بتبعتها ثابتة طول ما هي شغالة. ده الكونسنت بيت ريت، يعني بيت ريت ثابت طول الوقت. ده بيديك تصوير فيديو في الأماكن اللي فيها حركة، والأماكن اللي فيها حركة كتير وكده. بيديك معدل تسجيل ثابت وتحميل على الهارد أو ضغط على الهارد ثابت. تمام. ده بنستخدمه عامة في الأماكن اللي هي قلنا الحركة فيها كتيرة. الفيريبل بيت ريت بقى، ده ممكن نستخدمه في الأماكن اللي فيها حركة متغيرة، يعني ما فيهاش حركة طول الوقت. يعني لو مثلا عندك مخزن او او مكتب او شركه ما فيهاش حركه كتير، في اماكن معينه ما فيهاش حركه كتير، فتقدر هنا تستخدم الفي بي ار او الفيربل بيت ريت عشان تقلل من مساحه التسجيل. الفيربل بيت ريت ده بيعمل ايه؟ ما بيخليش الريت بتاع الكاميرا او البيت بتاع الكاميرا ثابت. طول ما فيه حركه بيطلع معاك لاعلى بيت ريت للكاميرا. تمام. عشان يسجل في التسجيل. اول ما يبدا ان في حركه في الصوره، بيبدا يرفع البيت ريت بتاعك عشان يسجل لك الصوره باعلى جوده. وقت ما فيش حركه بتلاقي البيت ريت
نزل، واخد بالك الصورة بتقل جودتها لان كده كده مفيش حركة. تمام. وعشان تقلل من مساحة التسجيل. بس الفيرابل بيت ريت ده ما بننصحش باستخدامه كتير في الاماكن اللي ممكن يبقى فيها حركة كتير مفاجئة، لان ممكن يبقى مرة واحدة تلاقي عندك ضغط كتير على بيانات بتروح للهارد للتسجيل، فممكن الهارد من الداتا الكتير اللي جايه له ممكن يحصل فيه مشكلة. بس دي طبعا حاجات نادرة بس بتحصل. فالأماكن قليلة الحركة أو اللي فيها حركة مش منتظمة، يعني شوية فيه حركة وشوية مفيش حركة، بنستخدم فيها ال VBR أو ال Variable Bit Rate. في الأماكن اللي الحركة فيها ثابتة وفيها حركة طول الوقت هنستخدم ال Constant Bit Rate عشان يدينا أداء تسجيل ثابت، مش كل شوية الصورة حسها الجودة بتاعتها بتقل وبتزيد. طيب نرجع تاني نحسب ازاي الكاميرا هتستهلك كام جيجا في اليوم. الحسبة دي هتبقى على الكونسنت بت ريت او البت ريت الثابت. تمام. آه ولو هتشغل في بي ار اللي هو الفيرابل بت ريت، هيقل تقريبا معاك من 15 ل 20% من الحسبة دي. وايه بس برضو مش ثابتة، بس خلينا في الثابت عشان تحسب على اساسه وبعد كده تقرر. تمام. تحسب ازاي؟ انت عندك الكاميرا وليكن الكاميرا الواحد ميجا. تمام. هنحسب على كاميرا 1 ميجا، ولا خلينا نحسب على كاميرا 4 ميجا. هنفترض ان الكاميرا ال4 ميجا بتاعتنا بتطلع 4000 بت في الثانية. هو مش رقم ثابت، هو الرقم ده انت كده كده هتاخده من عندك من على الانفي ار بتاعك، بس هو رقم تقريبي 4000 بت في الثانية. تمام. فعشان الحسبة اسهلها شوية نقدر نحسب هيطلعوا كام ميجا او كام جيجا. الرقم اللي هو ال 4000 ده هنقسمه على 8. هنقسمه على 8 ليه؟ لأن عشان نحوله الكيلو بت. الكيلو بت ده اللي هو واحدة أكبر شوية عشان نقدر نحسب الأرقام، ما تطلعش معانا أرقام كبيرة نقدر نحسبها. طيب لأن كل كيلو بت فيه 8 بت. طيب هنقول 4000 على 8 هيطلع معانا رقم. الرقم ده هنضربه في 3600. ايه يا عم الرقم ده؟ احنا في حصة حساب ولا ايه؟ هنضربه في 3600. 3600 دول احنا حولنا الاول، عرفنا الكاميرا بتستهلك كام كيلو بت في الثانية. تمام. اللي هم ال 4000 على 8. بعد كده هنضربهم في 3600. ال 3600 دول ايه؟ دول عدد الثواني في الساعة. يعني انت عندك الساعة فيها 3600 ثانية. هيطلع معايا رقم. الرقم ده واخد بالك عدد كام كيلو في الساعة، كام كيلو بت في الساعة، اللي هم 3000 اللي هو الرقم على 3600 في 3600 يطلع معاك كام كيلو في الساعة. تمام. عايز اعرف في اليوم بقى هضربه فيه، يعني الرقم اللي طلع بعد 3600 هضربه فيه 24 اللي هم عدد الساعات. هيطلع معايا رقم كبير قوي كده، فانا مش عارف اقراه طبعا. هنتن ايه يا عم؟ هنرجع ال 24 دول، الرقم اللي طلع بعد ما ضربناه في 24 هنقسمه على 1024. 1024 دول اللي هي الميجا. يعني يعني هضرب الرقم اللي طلع 1024 عشان يطلع معايا الرقم بالميجا. تمام. طلع معايا رقم مثلا وليكن 40000. تمام. 40000 ميجا. ايه يا عم؟ او 4000 ميجا، معلش هيبقى 4000 وكسور. فانا كده معرفتش بالميجا، عايز احسبها هتطلع كام جيجا. فهاجي اقسمه على 1024 تاني، لان عشان احول من ميجا لجيجا هقسم على 1024. فيطلع معايا تقريبا في الاخر 42. يعني الكاميرا ال4 ميجا، الكاميرا ال4 ميجا تقريبا ده رقم تقريبي مش ثابت، بس هو اقرب حاجة للواقع. يعني هيطلع معايا تقريبا 42.1 او 0.2 جيجا في اليوم. يعني كده عرفنا ان انا عندي الكاميرا ال4 ميجا بتستهلك تقريبا 42 جيجا في اليوم.